ولا يعترفوا بحد شيء. انت انا كمسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واجب عليك تعترف بالديانات الاخرى وواجب عليك تحميهم. اليهود ولامس بركه كانوا باش يفجروا لهم الكنيسه اليهودي، كان باش تفجر في العاصمه. ليش؟ لانه الكلام تاعكم انتم التحريض على اليهود وبيهم وعليهم وكذا. شوف اليهود ابناء المخلوق. هو اسمعني اليهود يا منظر لا سامحني سيولي. لا لحظه خلينا نشوف الوقت. ثورة البعزيزي لم نرى في تونس غير القتل والدم والارهاب. نشوف الوقت استنى، لانه الراجل هذا اللي اهنتوه انا نقولها قدام الراي العام إيهاب بن علي سيدهم. لأنه كنا احنا نعيشوا مع اليهود اللي ما كانش حتى شيء موجود في تونس ضد اليهود. اليوم اليهود خايفين، وانا نحكي معاهم يوميا، مرعوبين من تونس، مرعوبين. واليهود هم اللي يملكوا كل المؤسسات السياحيه في العالم، واذا كان اليوم انت تحب على قروض لازم هما يوافقوا لك. اسمع جاوبني على السؤال هذا لان الوقت مش انت يا منظر انت الوقت. اسمعني انت يزم الشعارات. اسمعني انت تحكي على الوطن، تحكي على الوطن